السلام عليكم. في 2017 في واحد الدار مهجورة ومعزولة عن الأحياء السكنية، بحال بغيتي تقول خدات واحد المكان معزول على الحضارة. مولاها من الجالية اللي كتعيش في الخارج، وواحد المدة تقريبا ديال 6 سنوات ما بقاش جا، حتى لواحد النهار جا ودخل كيلقى الرماد وبقايا عظام ديال الإنسان محروقة. عيط للبوليس، جاو الناس ديال البحث الجنائي، عينوا المكان مع العلم أن الجثة هي مجرد عظام، أي أنهم ما غاديش يقدروا يحددوا الجنس ديالو، واش ولد أو بنت، ولا حتى شحال في العمر ديالو من خلال هذيك المعاينة الأولى. دونك خداو صور للمكان وحاولوا يلقاو شي حاجة اللي ياخدوا منها البصمات، ولكن تعذر عليهم هذا الأمر لأن الفاعل دار خدمته وما خلى حتى شي آثار. ولكن في هذاك الرماد لقاو واحد الطرف ديال التوب زرق ما تحركش، وهذاك التوب فيه واحد الصدفة ديال الحديد. خداوه معاهم وهزوا العظام صيفطوهم لمستودع الأموات، وكان أول حاجة غادي يديروها البوليس هي أنهم يتسناو نتائج التشريح اللي بالنسبة ليهم هي الطريق الوحيد اللي يقدروا يبداو منه. نتائج التشريح حددت لهم جنس الضحية والعمر ديالو، وقال لهم الطبيب بأنه هو ذكر، وحدد لهم حتى العمر ديالو اللي قال لهم كيتراوح ما بين 13 و 15 سنة. هنا البوليس مشاو كيشوفوا كاع دوك الناس اللي حاطين البحث لفائدة العائلة في المدينة كاملة وجميع الكوميساريات، أي مشاو كيشوفوا أي واحد حاط تصريح بافتقاد شي شخص كيقلب عليه في المدينة كاملة، ولقاو بزاف ديال الناس اللي كيصرحوا باختفاء شي واحد من العائلة ديالهم ولا من ولادهم، ولكن تقريبا كلهم كانوا ناس كبار في السن أو بنات. ولكن بحث واحد اللي لقاو فيه واحد السيد كيصرح بأن ولده عنده 14 سنة اختفى مدة ديال 8 شهور تقريبا. عيطوا ليه البوليس، قالوا ولدك شحال في عمره؟ قال لهم 14 عام. وقتاش غبر؟ قال لهم شي 8 شهور دابا. قالوا ليه شنو كان كيدير في حياته؟ قال لهم كان كيقرا، ومن بعد خرج من القرايه ومشى خدام مع واحد الطولي. هنا البوليس عندهم فقط جوج ديال التوابيت، هي ان العمر والجنس ديال الضحيه هو نفسه ديال هذا الولد اللي كيقلب عليه هذا السيد هذا. ولكن المعطى الثالث هو اللي غادي ياكدوا لهم نتائج المختبر اللي دارت على ديك الصدفه وداك الثوب اللي لقاو في الحريق، واللي كيتقول بان كاينه واحد الصباغه على ديك الصدفه واللي هي صباغه ديال الحديد، اي ماشي صباغه ديال الخشب ولا الحيوط، ولكن هي صباغه ديال الحديد. هنا كملت المواصفات اللي عطاهم هذاك السيد اللي كيقول بان ولده كان خدام مع الطولي ديال السيارات. البوليس هنا رجحوا باللي يقدر يكون هذا الولد اللي تقتل محروق هو نفسه ولد هذا السيد. وهنا قالوا لهذاك الراجل ورينا هذا الطولي فين كاين. مشاو البوليس عند هذا الطولي سولوه وقتاش غبر هذا الولد وما بقاش جا الخدمه. قال لي ودي هذه شي 8 شهور. وقالوا ليه كيفاش حتى جا خدم عندك؟ قال لهم ودي باه اللي جابو. سولوا باه قال لهم انا اللي ديتو خدم عنده. البوليس قالوا لهاد الطولي واش خدامين معاك شي دراري اخرين؟ قال لهم خدامين معايا 3 ديال الدراري، ولكن راهم دراري معلمين وكبار. قالوا ليه كلمهم لينا. عيط ليهم، جاو جوج دراري في عمرهم 25 تقريبا، والثالث ما كانش هذاك النهار. سولوا هاد جوج دراري وقالوا لهم واش كتعرفوا شي حد كان صديق ديال هاد الولد ولا شي حاجه على هاد الولد اللي تقتل اللي سميتو اسماعيل؟ قالوا لهم كان خدام معانا وباغي يتعلم وظريف. وقالوا لهم واش عمركم سمعتوا حكى لكم شي مشكل او لا تشكى لكم من شي حاجه ولا من شي حد؟ قالوا لهم لا، احنا كان صاحبنا وكيخرج معانا بزاف وكنضحكوا عادي، ولكن قبل ما يختفى بشي شهر تقريبا قلب علينا وجهه وما بقاش بغا يهضر معانا. قالوا من البوليس وعلاش؟ ياك هو صاحبكم وكيخرج معاكم وكتضحكوا جميع. جاوبوهم هاد جوج دراري وقالوا للبوليس راه واحد السيد حتى هو خدام معانا هو اللي حرشوا علينا وقال لي ما تبقاش تعمر معاهم. قالوا لهم البوليس علاش حرشوا عليكم وما بغاهمش يهضر معاكم ولا يعمر معاكم؟
قالوا ما عرفناش علاش، ولكن راه في الايام الاخيره قبل ما يختفى كان كيعمر مع فلان اللي هو خدام معانا، وكان كيخرج هو وياه وكيخلص عليه القهوه وكيعطيه الفلوس ولاو صحاب هو وياه. هنا البوليس قالوا لمول هاد المحل ديال الطولي عيط لينا على هذاك الشخص الثالث اللي خدام معاك. عيط ليه، جا، هو شاب تقريبا في عمره 32 عام. سولوه البوليس قدام هادوك جوج دراري اللي خدامين معاه، وقالوا ليه واش قبل ما يختفى كان كيعمر معاك. ويجاوب وقال لهم واش انا قدو، واش انا دري صغير غادي نتصاحب مع ولد في هذاك العمر. وبدا كيحتج بواحد الطريقه غريبه. هنا صحابو قالوا ليه لا ودي كنتي كتخرج انت وياه وكتمشيو للقهوه ومني كنساليو الخدمه في العشيه كان كيبغي يمشي لدارهم وكنتي كتقول ليه غنمشيو نضربو شي دويره حتى البحر وشي مرات ما كانش كيبغي كتبقى تهدديه وكتقول ليه الا ما بقيتيش معايا غادي نخلي المعلم يجري عليك. هو طبيعه الحال نكر هادشي كامل، ولكن مع ذلك البوليس خداو معاهم الكوميساريه. في البحث معاه شافوا بطاقه السوابق ديالو ما كيلقاو عنده حتى شي سابقه. هنا جابوا حتى الدراري اللي خدامين معاه، قالوا ليه اش من قهوه كان كيمشي ليها هو وهذاك الولد المختفي. نعتوا ليهم القهوه، هزوه البوليس ومشاو للقهوه. البوليس سولوا مول القهوه واش هاد السيد كيجي لعندكم هنا؟ قال لهم القهوه كيجي. قالوا ليه واش كيجي معاه شي ولد صغير في عمره ديك 14 15 سنه؟ قال لي ودي كان كيجي معاه ولكن مؤخرا كيجي غير بوحدو. البوليس سولوا مول القهوه وقالوا ليه شحال باش ما بقاش جا معاه داك الولد الصغير؟ قال لي مشي 7 شهور او 8 شهور تقريبا، وهي نفسها المده اللي اختفى فيها الولد. هنا البوليس قالوا ليه ما بقى عندك ما تزيد، الله يجعل البركه. الدلائل كلها كتقول بان هذاك الولد كان كيمشي معاك وكان الرفيق ديالك. ولكن الغريب هو انه هاد الفتره هذه تزامنت مع واحد البحث داروه البوليس على المحيط في كيسكن، وسمعوا واحد الخبر ديال ان هاد خينا راه كان باغي يغتصب واحد الولد صغير، ولكن حصلوه الناس والوالدين ديال هذاك الدري دعوه، قالوا لهم وريونا والدين هاد الدري. مشاو البوليس عند دار هاد الدري هذا سولوهم، قالوا مودي راه فعلا كان باغي يتكرفس لينا على ولدنا وراه حنا دعيناه وراه غير الناس وعائلته طلبونا ودرنا ليه التنازل. هنا البوليس باش يتاكدوا مشاو للكوميساريه اللي تابعه لهذاك الحي، ولقاو بانه فعلا كانت شكايه ضده في حق اغتصاب طفل قاصر. هنا البوليس قالوا لي شوف انت اصلا مريض ومعروف عليك بانك كتحرش بالدراري الصغار، ودابا كلشي ضدك وراه واخا تنكر راه الحجه ثابته. دابا معلين غير تعاون معنا وحتى حنا غادي نحاولوا نديروا اي حاجه باش نتعاونوا معاك ونديروا شي حاجه اللي تخفف عليك. ويقول لهم انا اللي قتلته وحرقته. قالوا لي عاود لينا. قال لهم فعلا كان صاحبي وكنت كنعطيه الفلوس ومهرلي فيه، وداك النهار سالينا من الخدمه والدراري الاخرين والمعلم مشاو، وقلت لي يلا معايا ومن تما غادي نوصلك لداركم. ومشينا لهذيك الدار اللي كنمشي ليها ديما وكنشرب تما، وانا كنت مقرر قبل بانني غادي نغتصب وديت معايا 2 مانطات. ومني دخلنا شربت تما ومني بغيت نغتصب وما خلانيش وانا كان ضروري خصني نغتصبو وانا نضربو بالقرعه على الراس، طاح واغتصبتو. ولكن من بعد بغيت نفيقو ما فاقش، عرفتو مات وخفت نحصل حيت كلشي كيعرفو كيكون معايا وانا نحرقو.